الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المهتدين بهداه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الإشارة إلى ذكر شيء من فضائل الصيام وفق ما ذكرها أهل العلم، وذكرنا أن فضائل الصيام تنقسم إلى قسمين: عام وخاص. فأما العامة فهي المتضمنة لصيام الفرض والنفل، وأما الخاصة فهي المتضمنة لصيام رمضان. وقد تكلمنا عن العامة، بقي علينا فضيلة واحدة، ونحن لا نستطيع أن نورد كل الفضائل، لكن ذكرنا ما تيسر. فمما ذكرناه من فضائل الصيام العامة أنه سبب لدخول الجنة، ولعلكم تذكرون حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وفيه قال: فقلت يا رسول الله مرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. والحديث كما سبق الإشارة رواه الإمام أحمد والنسائي، وهو في المعجم الكبير للطبراني، وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. ثم تكلمنا عن أن الأجر العظيم للصائمين لا يقدر قدره إلا الله، ومن ذلك قول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأشرنا إلى كلام الحافظ ابن كثير حيث قال: ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الحديث في الصحيحين. يقول الحافظ ابن كثير: لما كان الصوم من أكبر العون للمسلم على كسر جماح شهوته ناسب أن يأتي بعد قول الله: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. فسبحان الله. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وفيه قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من يكمل الحديث؟ والصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. نعم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. ثم تكلمنا عن الخلوف وبيان معناه، وأشرنا إلى مسائل تعلقت به. ثم تكلمنا عن أن من فضائل الصيام العامة أنه سبب لحفظ الجوارح، وفي هذا إشارة إلى حديث ابن مسعود. تحفظ الحديث يا معشر الشباب؟ ارفع صوتك. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. نعم، بارك الله فيك. ثم أشرنا إلى أن الصيام سبب لدخول الجنة، بل هناك باب في الجنة يقال له الريان يدخل منه الصائمون. من يحفظ الحديث؟ حديث سهل بن سعد. تحفظ الحديث؟ إن في الجنة بابا، تحفظ: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون. متى؟ يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فما الشأن؟ فيدخلون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. والريان على وزن فعلان، وما كان على وزن فعلان فهو دال على السعة والامتلاء. وأشرنا إلى أن الصفة ما كان على وزن فعلان أشرنا إلى مسألة فيه، وهي أن ما كان متصفا بوزن فعلان أحسنت، فإنه يدل على أعلى صفة من الامتلاء، كقوله غضبان أي بلغ في الغضب غايته منتهى، وعطشان بلغ في العطش غايته ومنتهى، وريان بلغ في الري غايته منتهى، وهكذا سكران وندمان وفرحان وما شابه ذلك وحمدان. ولهذا ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين
المجلد الأول 56، والموافقات أيضا للشاطبي. قال ما كان على وزن فعلان فهو دال على السعة والامتلاء، يعني يبلغ الوصف بجميع منتهاه، يبلغ الوصف بجميع منتهى، كغضبان للممتلئ، وسكران للممتلئ، وحيران وندمان ولهفان، وكذلك ريان للممتلئ رياء. ثم أشرنا إلى أن الصوم كفارة للذنوب. هل تحفظون في ذلك حديث؟ لا، إيه ما في شك، لكن أقول الصوم كفارة للذنوب والخطايا، يعني ماشي، لكن لا، هذا الحديث ما ذكرناه، إنما ذكرنا فتنة الرجل في أهله وماله، فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام، أو قال يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما روى ذلك البخاري ومسلم من حديث من؟ من حديث حذيفة ابن اليمان. ثم أشرنا إلى أن الصوم جنة. وما معنى جنة؟ وقاية. وفي هذا حديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وفيه قال والصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والصوم جنة، فهو جنة من النار، لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بها. والنار محفوفة بماذا؟ بالشهوات. فإذا كف نفسه عن الشهوات أي في الدنيا كان ذلك سترا له من النار في الآخرة، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. نعم. ثم أشرنا إلى أن الصوم في الجهاد سبب للنجاة من النار. تعرفون في ذلك حديثا من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، حديث لأبي سعيد الخدري. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم من صام يوما في سبيل الله باعد 70 خريفا، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. قلت والقائل عن ابن حجر يحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك، لأن من أهل العلم من قال في سبيل الله يعني قاصدا طاعة الله، والمراد من صام قاصدا وجه الله. هذا قول. إذا كان على هذا المعنى فيشمل الصائم سواء كان في الجهاد أو في أي مكان، يدخل في هذا الحديث. لكن قلت الحافظ ابن حجر قال يحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك. ثم قال وجدته في فوائد أبي الطاهر الدهلي من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوم الحديث. إذن هذه في الجهاد. وقال ابن دقيق العيد العرف في سبيل الله الأكثر استعمالا في الجهاد، فإن حمل عليه كانت الفضيلة أكبر لاجتماع العبادتين، عبادة الجهاد وعبادة الصيام. طيب هل يعارض هذا أن الفطرة في الجهاد أفضل؟ لا معارضة، إنما هذا في حق من يشق عليه فلا يقوى على الصيام في الجهاد، لكن إن كان يقوى على الصيام والجهاد فذلك أكمل. بارك الله فيك. يقول هذا في حق من لم يضعفه الصيام يعني في الثغور. أما من كان الصيام لا يضعفه بمعنى أنه كان معتادا عليه فلا يضره. يراجع كلام الحافظ ابن حجر في الفتح المجلد السادس 48. ثم أشرنا إلى أن الصائمون هم السائحون. صحيح هذا. التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون. أعد: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما معنى السائحون يا شيخ؟ يا أخي ما معنى السائحون؟ الصائمون. نعم يا أبا ظافر، ما معنى السائحون؟ الصائمون. لكن هناك كلام طويل ذكرناه في هذه المسألة، ذكرنا كلام طويل المفسرين، لكن أحسن ما وقفت عليه كلام العلامة ابن القيم رحمه الله جمعا في هذا. ولعلكم تذكرون أن العلامة قال فسرت السياحة بالصوم، وفسرت السياحة في الآيات بالسفر في طلب العلم، وفسرت بالجهاد، وفسرت بدوام الطاعة، والتحقيق فيها أنها سياحة القلب في ذكر الله ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه، ويترتب عليها كل ما ذكر من الأفعال. كتاب حادي الأرواح للعلامة ابن القيم صفحة 85.
ثم أشرنا إلى أن الصيام من صفات الصديقين والشهداء لحديث عمرو بن مرة الجهني، وفيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه ابن حبان والبزار في مسنده إلى آخر ماذا. طيب اليوم نتكلم عن احنا وقفنا هذا كله بالأمس تكلمنا عنه. اليوم نتحدث عن الصوم جعل من الكفارات. نعم يا شيخ. يقول أهل العلم مما ينفرد به الصيام من الفضائل، وإن كان معه بعض الأعمال، مما ينفرد به الصيام من الفضائل أنه من الكفارات في مقابل كثير من الذنوب، فكثير من الذنوب يكفرها الصيام. فمثلا حنث اليمين، فلان قال: والله لا أدخل بيتك، فما كفارة اليمين؟ فلان قال: والله لا أدخل بيتك، ما كفارة اليمين يا أخي؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا كان لا يجد واحدة من هذه الثلاث فصيام 3 أيام. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. قال ابن عباس: كل شيء في القرآن، احفظ ما قاله ابن عباس، قال ابن عباس: كل شيء في القرآن أو فصاحبه مخير فيه، وكل شيء في القرآن فمن لم يجد فالأول ثم الذي يليه. انتهى كلام ابن عباس. قال ابن عباس: كل شيء في القرآن أو فصاحبه مخير فيه، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه مخير. فمن لم يجد يقول: وكل شيء فمن لم يجد فالأول ثم الذي يليه. طيب ثانيا أن الصيام كفارة حلق الرأس في الإحرام لعذر من مرض أو أذى. فما الشأن؟ فلان في الحج أو في العمرة، أحرم للعمرة أحرم للحج وما زال على إحرامه، فاحتاج إلى حلق رأسه، فما الشأن حينئذ؟ كما لو كان به أذى من رأسه، كحال كعب بن عجرة حين جيء به إلى رسول الله والقمر يتناثر على رأسه أو على وجهه، فقال: ما كنت أظن أن يبلغ بك الجهد ما بلغ. الشاهد من هذا أن من كان به أذى من رأسه فما الشأن؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام كم يا موسى؟ كم؟ وأين يصوم؟ 3 أيام في أي مكان؟ أم متتابعة أم متفرقة؟ أو إطعام كم؟ 6 مساكين من فقراء مكة، أو ذبح شاة. وأين توزع؟ وهل يأكل منها شيئا؟ لا يأكل منها شيئا. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، سورة البقرة. ثالثا قتل المعاهد خطأ، ويشمل ذلك أيضا قتل المسلم خطأ. ما كفارة قتل المسلم خطأ؟ حنشل. نعم. ما كفارة قتل المسلم خطأ؟ ما شاء الله. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، ما تعرف إلا هذا؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، أليس كذلك؟ أكمل الآية. فتحرير رقبة، ما تحفظ الآية؟ من يستحضر الآية؟ يلا يا شيخ، يلا يا عامر. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. القصد
أنه ما الواجب في قتل الخطأ؟ دية وتحرير رقبة. والدية هذه ليست على ذاته في قتل الخطأ. نعم بس احنا موضوعنا في الصيام الآن. يعني موضوعنا في الصيام القتل، إذا قتل خطأ فما الذي عليه؟ وتحرير رقبة. وصيام الشهرين عليه ماذا؟ إذن أين أنت من الآية؟ في حق الله وحق الناس. طيب حق الله ماذا؟ التوبة لا شك، التوبة ما عليها خلاف، لكن قلتم الذي عليه؟ قلتم عليه حق التوبة والكفارة. وما الكفارة؟ شفت يا أخي ولا عندهم أي معلومة. ما الكفارة في قتل الخطأ عندك أنت يا شيخ؟ الدية. أحسنت. لا يا أخوان التوبة والدية والكفارة. أما التوبة فإنه يلزمه، بس الرجل قتل خطأ فهل عليه إثم؟ لم يتعمد القتل. طيب يبقى عليه الدية وليش؟ والكفارة. فما الدية؟ 100 من الإبل. هل هي من أنفس أموال الإبل؟ لا ليست من أنفسها، بخلاف قتل العمد. طيب ثانيا الدية على العاقلة كما سبق ذكر الشيخ. ثم ماذا عليه أيضا؟ صيام شهرين متتابعين. هذه لا بد منها، ما تستطيع صيام شهرين. طيب أحسنت. إذن قتل المعاهد خطأ ويشمل قتل المسلم خطأ. قال تعالى فمن لم يجد. نعم يعني واحد سايق سيارة قتل 5 عليه صيام 10. لا قد يقتل يا شيخ، قد لا يكون متسبب في القتل. هو يعني قتل خطأ ولكن الصيام يسقط عنه شيء. إذا قتل خطأ إذا لم يكن عليه أي سبب، كما لو كانت السرعة نظامية. على كل حال يقول الله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فمن لم يجد فصيام شهرين توبة من الله. طيب توبة شهرين متتابعين. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة. طيب بس الوقت يا أخوة. رابعا عدم القدرة. لا يستطيع. التابعين لا ما تلزم الصيام. يقول رابعا عدم القدرة على الهدي. وهذا في حق من يا شيخ؟ عدم القدرة على الهدي هذا في حق من؟ المتمتع والقارن، لأن المفرد لا هدي عليه، فيبقى المتمتع والقارن. إن وجد الهدي لزمه الهدي، فإن لم يجد الهدي صام شهرين صام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم لا يا أخي ليس شرطا، إنما يلزمه 3 أيام في الحج سواء قبل يوم عرفة كما لو كان في كما لو كان في اليوم 3 والرابع والخامس من أيام شهر ذي الحجة، أو بعد يوم عرفة بعد يوم النحر كما لو كان في 11 و12 و13 يصومون. هذه في الحج. والتي بعد الحج متى؟ وليس شرطا أن يرتب. فلو قالوا مثلا صام اليوم 7 والثامن ثم وقف بعرفة ثم رجع فصام اليوم 11 انتهى، صامها في الحج هذا، ثم إذا رجع إلى بلده يصوم 7 أيام. ليس شرطا أن تكون متوالية. هي خلال السنة، خلال العمر، بس إنما يبادر. طيب كذلك أيضا جاء الكلام عليه. ثم كفارة قتل الصيد في الإحرام. كفارة قتل الصيد في الإحرام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذن عرفنا كفارة القتل أن عليه ماذا؟ الدية
يعني يعني رقبة مؤمنة وعليه دية. طيب الكفارة صيام الشهرين، هل هي الدية أو الكفارة ولا الدية والكفارة؟ الدية والكفارة. متأكد؟ بالنسبة للصيد الدية أو الكفارة؟ الدية أو الكفارة يا أخي، أو دية أو الدية لمصلحة الميت والكفارة أيضا في مقابل إنه إذا ما استطاع. طيب يقول هنا قتل الصيد أشرنا إليها، قال الله أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. كيف يكون ذلك؟ لو قتل حمامة ينظر أهل الخبرة يحكم به ذو عدل منكم أهل الخبرة فيقولون أن الحمامة يقاومها الشاة يقابلها الشاة فيكون عليه شاة. قال لا أجد شاة. قلنا كم قيمة الشاة؟ قالوا قيمة الشاة 1000 ريال. قلنا كم الشاة هذه كم تشتري ب1000 ريال؟ إذا كان قيمة الشاة 1000 ريال مثلا كم تشتري بها كيسا من الأرز؟ قال والله نشتري بها 5 أكياس مثلا. قلنا كم ال5 أكياس تطعم من المساكين؟ قال تطعم 300 مسكين. قلنا فصم 300 يوم. إيه أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. طيب كذلك أيضا يقول الظهار. وما كفارة الظهار؟ طيب ما كفارة الظهار؟ كفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أين الصيام؟ في الثانية يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. أولا عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فلا يقرب المرأة لا ليلا ولا نهار. طيب إذن هذا كفارة الظهار. قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. طيب هذه فيما يتعلق في الفضائل المتعلقة العامة، هذه الفضائل العامة المتعلقة بالفرض والنفل. وإليكم شيئا من الفضائل المتعلقة بشهر رمضان. الفضيلة الأولى سجلوا أنه سبب لمغفرة الذنوب. صيام رمضان سبب لمغفرة الذنوب. وما الدليل؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه البخاري ومسلم. لا الكبائر تحتاج إلى توبة على الصحيح، لأنه ورد في حديث مسلم من حديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والله يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ويقول سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طيب ما معنى قوله إيمانا واحتسابا؟ نعم يا شيخ يا أبا خالد، ما معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا بمن؟ إيمانا بالله واحتسابا. إيمانا بالله واحتسابا لماذا؟ للأجر من الله. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا بالله بهذا الذي تعرفون. مصدق بالفضل الذي ورد فيه. كلام طيب. هذا هو غاية الإيمان. جيد. سمعت ماذا يقول؟ أسمعت ماذا يقول؟ ما الذي قال؟ تصديقا. الإيمان يحمل في اللغة معنى التصديق، ولكنه ليس تصديقا مجردا، بل تصديق مستلزم للإذعان والقبول. على كل حال إيمان أي بماذا؟ أي تصديقا بهذا الحديث بهذا الأجر، ثم احتسابا لهذا الأجر، يعني طلبا لوجه الله، فيكون عمله خالص. يقول أهل العلم إيمانا واحتسابا. انظر ماذا قال أهل العلم. قالوا تصديقا بفريضته، تصديقا بفريضة رمضان، ورغبة في ثواب رمضان، بطيب نفس منه، غير كاره لصيامه ولا مستثقل لقيامه، غير كاره لصيامه ولا مستثقل لقيامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل
ذكرت عنده فلم يصلي علي، أو رغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ منه قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال ربعي: ولا أعلمه إلا قد قال أو أحدهما. والحديث بهذا رواه الإمام أحمد واللفظ له، والترمذي من حديث أبي هريرة، والحديث حسن وله شواهد من حديث أنس وابن مسعود وكعب بن عجرة. وكعب بن عجرة ترتقي إلى درجة الصحة، لكن صحيح لغيره. انظر المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل الوادعي. فهمتم يا أخوة؟ نعيد الحديث. وقد ورد عند الإمام أحمد واللفظ له والترمذي من حديث أبي هريرة بمجموع الشواهد والطرق يرتقي إلى درجة الصحة لغيره. ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم على رسول. ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ منه قبل أن يغفر له. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، سلمه لنا وتسلمه منا واغفر لنا إلى الجلال والإكرام. ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال ربعي: لا أعلمه إلا قد قال أو أحدهما. يعني حتى لو أب أو أم أو أحدهما. رواه أحمد واللفظ له والترمذي من حديث أبي هريرة وقد سمعتم. وقد صححه العلامة الوادعي في كتابه المسمى المسند الصحيح مما ليس في الصحيحين. طيب، ثانيا من فضائل رمضان أنه يكفر الخطايا. لاحظ الأول سبب لمغفرة الذنوب. لاحظ يا شيخ علي، الأول سبب لمغفرة الذنوب، أوردنا فيها حديثان: حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا في الصحيحين غفر له ما تقدم من ذنبه. والثاني حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي واللفظ لأحمد: رغم أنف من أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له. بداية الحديث: رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف من أدرك رمضان ثم انسلخ منه فلم يغفر له، ورغم أنف من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. قال ربعي، وأظنه قال أو أحدهما. طيب، ثانيا أنه يكفر الخطايا لقوله عليه الصلاة والسلام: من يحفظ الحديث سمعتموه. الحديث رواه مسلم من حديث من حديث أبي هريرة. يا شيخ سمع الحديث. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، أكمل الحديث، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم من حديث من؟ ارفع صوتك. هذا الحديث هذا: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. هذا حديث آخر: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. هذا حديث آخر، حديث ابن عباس. طيب، ثالثا شهر القرآن والصدقة. هل رمضان شهر القرآن؟ لا شك في هذا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولحديث ابن عباس، تحفظ الحديث يا شيخ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يقول لفظ الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. لاحظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه مسلم من حديث من يا أخوة؟ حديث ابن عباس يا أخي، بارك الله فيك. طيب، ثم هو أيضا من أسباب دخول الجنة. من يحفظ حديث؟ يعني رمضان من فضائل رمضان أنه من أسباب دخول الجنة. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم جنة. يقول لحديث جابر
وفيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. يعني يحافظ على إيش؟ على الفرائض. نعيد الحديث. روى جابر، روى مسلم في صحيحه من حديث جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. فقال أي الرجل والله لا أزيد على ذلك، بس ترى أولئك رجال يا أخي صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طيب على كل حال سائل يقول هل يقال رمضان يا شيخ؟ هل نقول جاء رمضان ولا نقول شهر رمضان؟ يعني هل يصلح أن نقول جاء رمضان ولا نقول جاء شهر رمضان؟ يعني هل يصح أن ينطق رمضان مجرد دون إضافة إلى الشهر؟ إضافة نعم. ارفع صوتك. ما دليلك؟ شهر رمضان، الآية شهر رمضان. لا تشغل الناس بالحلال الحين بعد الصلاة. هذا إذا أذن المؤذن اشتغل بهم على طول. عليهم. أجب على سؤالي. يعني يصلح. طيب على كل حال أحسنت. الجواب يقول هل يقال رمضان يعني مجردا من غير إضافة؟ الجواب نعم لا حرج. وبه قال الجمهور يا شيخ، وبه قال الجمهور. يقول كما نقل ذلك صاحب المجموع اللي هو النووي بالمجلد السادس 247، وفتح الباري المجلد الرابع 113، والإنصاف للمرداوي المجلد الثالث 269. وقد جاءت الأدلة على جواز الأمرين، شهر رمضان وعلى جواز قول رمضان. أما دليل القرآن قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان يا شيخ اسمع، إذا جاء رمضان ولم يقل شهر فتحت أبواب الجنة. الحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي أيوب الأنصاري تحفظه، حديث في مسلم من حديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه. نعم أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ من صام رمضان ولم يقل صام شهر. حديث أبي أيوب يا شيخ في مسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رمضان دون إضافة رمضان إلى الشهر. الجواب نعم. وقد ذكرنا ما نقله أهل العلم سواء النووي أو المرداوي أو الحافظ بن حجر، واستشهدوا على ذلك بقول الله شهر رمضان هنا إضافة إلى الشهر، أو حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وكذلك حديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، وهذا في مسلم. وحديث الصحيحين إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة لأبي هريرة. طيب ما حال حديث لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان؟ نعيد الحديث يا شيخ. ما حال حديث لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان؟ فحاله أنه ضعيف. رواه من؟ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره المجلد الأول 310، وابن أبي عدي في الكامل المجلد العاشر 219، والبيهقي في السنن الكبرى المجلد الرابع 201 من طريق أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وأبو معشر اسمه من؟ اسمه نجيح ابن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. واضح؟ إذن هذا حديث لا تقولوا رمضان وإنما قولوا شهر رمضان فإنه اسم من أسماء الله. لا تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله وإنما قولوا شهر رمضان. حديث ضعيف لا يصح، لأن في سنده نجيح بن عبد الرحمن السندي اللي يقال له أبو معشر وهو رجل إيش؟ نعم. البخاري قال عنه ضعيف. لا ليس من أسماء الله. قلنا الحديث ضعيف خلاص
طيب ولا حرج. طيب هذه مسألة يا شيخ في التهنئة، هل يصح أن نقول رمضان كريم؟ رمضان مبارك. أنا ما أبغى في يعني اقطع، يعني فيها كلام، يعني كأن في النفس منها شيء. ما شاء الله، كأنه شيخ الإسلام تربع يقول في النفس منها شيء. لا إله إلا الله. في نفسك منها شيء؟ ها يا أخوة. إذا نسب الكريم نعم نفس الشهر رمضان ما كريم، لأنه كريم صفة. وبالتالي أتاكم شهر مبارك، هذا الحديث الجاء. طيب الحين غيرت رأيك. قلت لفظ رمضان كريم إذا التقى بك شخص فقال رمضان كريم، ابن عثيمين لا يراها. يا شيخ تسمعون؟ طيب رمضان كريم نعطيكم البحث كامل فيها وستخرجون منها بعلم غزير. هذه الكلمة، وعندها سوف تعرفون أن الذين يحتجون بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله رمضان لا ينسب الكرم إليه إنما ينسب إلى الله عز وجل، سوف تعرفون ما سبب هذه المقولة من الشيخ، وهل ورد من كلام الشيخ قد أظلكم شهر كريم مبارك. ستعرفون هذا، ثم سنأتي لكم بأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على جواز مثل هذا. يجيز الشيخ بوزان، ما أحد تكلم فيها في المملكة إلا الشيخ بن عثيمين، ولا الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ بن باز يقولوا رمضان كريم. والكردي متربع لك يعني حتى الآن. طيب اسمعوا إليكم الجواب يا أخوة. مسألة الثانية وأن يقول الشخص رمضان كريم، هنا مسألتان. المسألة الأولى في حكم الثانية برمضان، ينفع يصلح يا أخوة؟ نعم يصلح أن يرسل واحد رسالة بمناسبة دخول رمضان نقول أهنئك بشهر الصوم؟ نعم يصلح الثانية. المسألة الأولى في حكم الثانية بقدوم رمضان، تجوز الثانية بقدوم رمضان. ومن أراد أن يراجع فانظر لطائف المعارف للحافظ من ابن رجب رحمه الله، صاد 312 إلى صاد 200 إلى 313. يقول مجموع الفتاوى للشيخ بن باز المجلد 15 صفحة 98، ومجموع فتاوى ابن عثيمين 18 المجلد 18 صفحة 95، والمجلد 19 صفحة 57. كل هذه ذكروا فيها جواز التهنئة بقدوم رمضان. المسألة الثانية في حكم قول رمضان كريم، يقول بعضهم يمنع بحجة أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عندما سئل حينما يقع الصائم، لاحظ السبب، حينما سئل حينما يقع الصائم في معصية من المعاصي وينهى عن هذه المعصية يقول رمضان كريم، أي هذا العاصي يقول رمضان كريم، فما حكم هذه الكلمة وما حكم هذا التصرف؟ فأجاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أجاب فضيلته حكم ذلك أن هذه الكلمة رمضان كريم غير صحيحة، وإنما يقال رمضان مبارك، رمضان مبارك وما أشبه ذلك. لأن يقول لماذا؟ لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريما، وإنما الله الذي وضع فيه الفضل وجعله شهرا فاضلا ووقتا لأداء ركن من أركان الإسلام. وكأن هذا القائل يظن أنه لشرف الزمان يجوز فيه فعل المعاصي. مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 93. فهو نهي من باب المقابلة. لاحظ الشيخ الآن بدأ التعليق على كلام الشيخ، فهو نهي من باب المقابلة. فاعتقاد أن رمضان كريم استقلالا باطل، فاعتقاد أن رمضان كريم استقلالا باطل، وإنما جعل هذا الشهر سببا. سائل يقول هل يجوز نسبة الشيء إلى سببه؟ الجواب نعم يجوز،
سواء كان جمادا أو حيوانا أو إنسانا، والله سبحانه من وراء الأسباب كلها فهو مسببها، والله سبحانه من وراء الأسباب فهو مسببها. ولهذا أدلة القرآن يا شيخ التي تدل على جواز هذه الكلمة، قال الله، اسمع يا شيخ حتى تعرف أنه يجوز أن نقول لمخلوقات كريم، قال الله: فتعالى الله الملك لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فوصف العرش تقرأ لها قراءتين، فتعالى الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم وصف للعرش، ورب العرش الكريم وصف لله. فانتبه، هذه آية. وآية أخرى قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، ووصفت الكتاب بأنه كريم. آية ثالثة قال الله عز وجل في الجنة: وكنوز ومقام كريم. وقال سبحانه: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. وقال سبحانه: وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وقال سبحانه: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه في سورة ياسين: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة ورزق كريم. فكلمة كريم جاءت بمعان عدة في القرآن الكريم، وقد استخدم هذا التعبير شهر كريم استخدمه عدد من العلماء، منهم الإمام محمد بن عبد الوهاب، حيث قال: واعلموا أنه قد نزل بساحتكم شهر كريم وموسم عظيم. مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجلد الثاني 193. ثانيا استخدمه العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي عام المملكة مفتي الديار السعودية، قال: وينبغي للإنسان الاستكثار من صدقة التطوع أيضا في هذا الشهر الكريم والموسم العظيم. مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 14. واستخدمه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، قال: واعلموا أنه قد أظلكم شهر عظيم وموسم مبارك كريم. مجموع فتاوى ومؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي المجلد 23 صفحة 62. رابعا استخدمه الشيخ ابن باز رحمه الله، حيث قال: وحتى يفوز الجميع بالأجر العظيم في هذا الشهر الكريم. مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز المجلد 11 صفحة 334. واستخدمه الشيخ محمد بن عثيمين أيضا، حيث استخدمه الشيخ محمد بن عثيمين نفسه، حيث قال: لقد أظلكم شهر كريم وموسم عظيم. مجموع فتاوى ابن عثيمين المجلد 19 صفحة 17. وقال أيضا الشيخ محمد بن عثيمين في مجالس شهر رمضان، وقال: إن شهركم الكريم عزم على الرحيل. قال ذلك في مجالس شهر رمضان في المجلس 28 صفحة 207. الذي جمع هذا الكلام أهل العلم جمعها أهل العلم. يقول: وكذلك أيضا أسئلة وفيها ذكر الشهر الكريم فلم يذكروا هذه العبارة يقول في عدة مواضع، يعني أسئلة كثيرة ذكرت، حتى ذكرت فتاوى اللجنة الدائمة، ذكر الشهر الكريم في مجموعة من فتاوى اللجنة الدائمة وفي عدة مواضع. فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى المجلد الخامس صفحة 431، والمجلد العاشر 285 و251 و351 و18 المجلد الثامن عشر صفحة 294، والمجلد العشرين من مجموع الفتاوى صفحة 320، وكذلك المجموعة الثانية. إذن استقر عندكم رمضان إيش؟ طيب، حكم الصيام، ما حكم الصيام؟ انتظر يا شيخ. إذن هذا الدرس سوف ينتهي في شوال، في شهر شوال. ما زلنا إلى الآن ما دخلنا حتى تونا انتهينا من فضائل الشهر، لكننا سنتكلم عن حكم صيام رمضان والله المستعان، وسنتكلم بما يثبت به دخول الشهر مسائل. إذا اليوم يوم الجمعة نجتهد يا أخوة على أنفسنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على